من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والتي نبدأها بالعناوين. الرئيس سياس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارته إلى مصر. خدمات مرضية لعيادة جندع. دعم المحتاجين ماليا وعينيا في الأوجه عن سبا. 8 قتلى بينهم 5 عسكريين في كميل في شمال بوركينا فاسو. كوريا الشمالية تقول أنها لا تعتزم إجراء محادثات مع أمريكا. مباحثات هندية صينية تنتهي إلى الاتفاق على فض الاشتباك الحدودي. أهلا بكم. عاد إلى البلاد اليوم 7 يوليو الرئيس سياس أفورقي مختتما زيارته عمل جمهورية مصر استغرقت 3 أيام. والتقى الرئيس سياس أفورقي أمس بقصر الاتحادية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. رافق الرئيس سياس أفورقي في الزيارة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان جبراب. تقدم عيادة جندع التي افتتحت في الفترة القريبة الماضية بتعاون وزارة الصحة وإدارة مديرية جندع تقدم خدمات مرضية. وأوضح السكان أن العيادة أزالت الكثافة التي كانت في الخدمات سابقا وساهمت لتقديم خدمات سريعة. وذكر السكان أن وجود العيادة في موقع مناسب ساعد للحصول على الخدمات الصحية عن قرب خاصة للحوامل. وقال مسؤول العيادة الممرض سليمان حسين أن العيادة افتتحت لتوسيع خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتشمل خدمات العيادة التحاليل وطب الأطفال والإسعافات الأولية ورقاد المرضى المؤقت ومتابعة الحوامل والصيدلة. تلقى المعاقون وأسر الشهداء والمحتاجين في 4 ضواحي ومديرية الأوجه عن سبا الدعم المالي والعيني. وأفاد مراسل وكالة إيرانا توزيع أكثر من 150 ألف نقفة و19 كنتال ذرة في الضاحيتي ملزناي وعدنا أمن، بينما عفت مواطنة إيجار منزلها في عد نأمن مدة 6 أشهر. وقدم مبلغ 30,300 نقفة استخرج بمناسبة 20 يونيو يوم الشهداء في ضاحية مغركة لأسر الشهداء. كما تمت حراسة مزارع الشهداء بالسيران. هذا وعفت أسرة السيد كيداني مبرهتون من السويد والسيد دارسة أرأيا إيجار منزلهم في دك شحاي ل6 أشهر. يقوم سكان منطقة عدا عقاف ومديرية ابن حيلي بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه. وتشتمل أنشطة النفير الجاري على إصلاح مساقط المياه وانجراف التربة وبناء حواجز مائية وكذلك تمهير الأراضي الزراعية. وأوضح السكان أن الأراضي الواقعة في محيطهم توجد في وضع مقلق نتيجة لانجراف التربة حيث تجرى عملية بناء الحواجز لاستصلاحها. من جهته قال خبير حماية التربة وحفظ المياه المهندس ميكيل سقاي أن المزارعين يقومون بأعمال فاعلة تحجيز وتسميد مزارعهم وإصلاح مساقط المياه قبل دخول الخريف، حيث بلغت مزارع الذرة المزروعة في موسم الربيع إلى مستوى جيد. تتواصل التبرعات الشعبية في الداخل والمهجر لتنمية صندوق مكافحة وباء فيروس كورونا. وأفاد تقرير وزارة الصحة تبرع جمعية عمال اليومية ب6,000 نقفة، ولكوندر سقردة 7,000 نقفة، ومتجر محمد برهان محمد أمان للأقمشة في كرن 8,000 نقفة، مطعم سابينا 4,000 نقفة، وجمعية نقاسي التعاونية 3,000 نقفة، وجمعية قدس ميكيل منساع 2,000 نقفة، وجمعية مدهني ألم 12 دك عند نقدي عند جروتو المقيمين في أسمرة 3,000 نقفة، وجمعية أبونا تخلا هيمونات أخران المقيمين في أسمرة 2,000 نقفة، وطاحونة عدي قمنا 1,000 نقفة. وتبرعت جمعية قدس ميكيل حبل المقيمين في أسمرة ب1,500 نقفة، ومتجر سعيد زين العابد للذهب ب5,000 نقفة،
ومتجر دسبل السجاي للملابس التراثية 3000 نقفة، طاحونة هنا 2000 نقفة، وجمعية مدهني ألم عد قعبو المقيمين في أسمرة 1500 نقفة، ومتجر أزيب للملابس 2000 نقفة، ومواسيون قبراي للنجارة والحدادة 1500 نقفة، كي اي اف التجارية 2500 نقفة، وجمعية بعلزقير عد نفاي عد فناع المقيمين في أسمرة 1000 نقفة. في غضون ذلك تبرعت كنيسة قدس ميكيل في مدينة روما الإيطالية ب3000 يورو، وكنيسة دبر جنات للدالتا مريم الأرثوذكسية في ميلانو 2600 يورو، وكنيسة كيدان مهرة الأرثوذكسية في بولونيا 2500 يورو. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا. قتل 8 أشخاص على الأقل، من بينهم 5 عسكريين ورئيس بلدية، في كمين استهدفهم أثناء مرورهم على طريق في شمال بوركينا فاسو، كما أفادت مصادر أمنية ومحلية. وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس بريس أن مسلحين هاجموا موكبا لرئيس بلدية بينسا كان في أعدادهم متطوعون من وحدات الدفاع عن الوطن، وهم مدنيون يتطوعون لمؤازرة القوات الحكومية في قتالها ضد الجهاديين. وتشهد بوركينا فاسو هجمات جهادية متكررة غالبا ما تتشابك مع نزاعات طائفية، وأدت هذه الهجمات والنزاعات إلى مقتل أكثر من 850 شخصا منذ عام 2015، وأجبرت نحو 840 ألف شخص على الفرار من ديارهم. قالت كوريا الشمالية أنها لا تعتزم إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وحثت كوريا الجنوبية على وقف التدخل في شؤون الآخرين، وذلك بحسب دبلوماسي كبير. جاء ذلك قبيل زيارة لمبعوث الأمم المتحدة إلى سول في محاولة لإنهاء المحادثات النووية المتوقفة مع بيونغ يانغ. واتهم كون جونغ جوان مدير عام الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية الجنوبية بإساءة تفسير بيان سابق لنائب وزير الخارجية تشوان سون هوي، ونفى شائعات في غير وقتها حول قمة أخرى بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والتقى ترامب وكيم للمرة الأولى في عام 2018 في سنغافورة، وعزز الأمل في إنهاء برنامج بيونغ يانغ النووي من خلال المفاوضات، لكن القمة الثانية في فيتنام عام 2019 والمفاوضات اللاحقة انهارت. بدأت قوات صينية انسحابها من سهل متنازع عليه مع الهند في جبال الهيمالايا، شهد اشتباكا داميا بين الجيشين بعد الاتفاق على فض الاشتباك إثر مباحثات رفيعة المستوى بين الجارين المسلحين نوويا. وصرح المصدر لوكالة فرانس بريس انسحاب جيش التحرير الشعبي بدأ وفق الترتيبات التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء بين جنرالات الجيشين. وفي 15 من يونيو وقع اشتباك عنيف جدا بين جنود هنود والصينيون، تم خلاله رشق حجارة واستخدام عصي مزودة بمسامير في واد متنازع عليه يقع في صحراء لاداخا بشمال الهند. وتدور نزاعات حدودية بين الصين والهند في هذه المنطقة، وكان ذلك أول اشتباك دامي منذ 45 عاما بين القوتين النوويتين الجارتين، وأسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا. ولم تكشف بكين عدد الضحايا في صفوف قواتها، ويؤكد البلدان عدم رغبتهم في التصعيد وإيجاد حل سلمي. والتقى ضباط كبار من الجانبين مرارا للاتفاق على ترتيبات فض الاشتباك. انضمت الصين إلى معاهدة تجارية للأسلحة العالمية التي ترفضها الولايات المتحدة لتوجيه انتقاد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتهامها بالبلطجة والإحادية وتقويض الجهود المبذولة للتصدي للتحديات العالمية. وقال تشانغ جوان سفير الصين لدى الأمم المتحدة إنه أودع وثائق انضمام الصين للمعاهدة التي تنظم تجارة الأسلحة التقليدية عبر الحدود في العالم، والتي تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار. وأصبحت الصين التي أعلنت خططها في سبتمبر الماضي الدولة رقم 107 التي تنضم للاتفاقية
التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013. ووقع الاتفاق آنذاك الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لكن الاتحاد الوطني للأسلحة عرضها ولم يصدق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي. وقال ترامب إنه يعتزم إلغاء وضع الولايات المتحدة كدولة موقعة على المعاهدة. وفي يوليو من ذلك العام أبلغت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن واشنطن لا تعتزم أن تصبح طرفا في المعاهدة، وأنه لا توجد أي التزامات قانونية مترتبة على توقيعها في عام 2013. انتهت النشرة، وفي أمان الله.